كتير طيب. أنا باقية هون تحت هالشجرة مش رايحة محل. جيت هلأ على مزرعة الشوف لحتى أعرفكن على لهجتها المميزة، كمان على تقاليدها وبشو بتتميز غير هيك. بعرف حتى اخواننا المسيحية واخواننا الدروز نحن بنعتبر نفس واحد، شعب واحد. شو في عندك هيك مصطلحات تستعملوها عندكم بس بالمنطقة؟ هلا القاب مش عنا بس، القاب عند الطائفة الدرزية كذا، صح. كان هون ولا بسوريا ولا بفلسطين. صح. أنا بحكي شمالي، بدك أشقش لك من هلأ هلا بكرة إذا ببلش. إيش كيفك؟ إيش عم تعمل؟ قرة الزيتون يعني قرة الزيتون؟ يعني هيك صار مثلا حص زيتون او شيء. الحص الزيتون. خلي شو هالكلمة مثلا بيقولوا زهر الزيتون. بالماضي ما كانوا يحطوا بتنجان، كانوا يحطوا بالدغار اللي هو من الفخار. كانوا هذا الدغار يعني حجمه كبير. صوبيا يعني وجاق. وجاق. اسمه وجاق. هلا بيلبسوا الشروال هو الشريان زي التركي. لانه مش كل المشايخ عندنا بيلبسوا الشروال، في منهم بيلبسوا شو بيقولوا له قباس. بيلبسوا مثل عباية مثل الدشاشة يعني غنباز. مش معقول نجي على الجبل وما نشرب متة. حبيبتي اهلا وسهلا فيكم. ما هيك؟ وهي المتة الجبلية. اذا مليمة معكم. إذا ملايمة معكم؟ شو ملايمة معكم؟ والله بنقولها هون بالجبل اذا عن جد يعني شو بيقولوا؟ اذا مناسب معكم. مش معقول فيلم من هون من دون ما اخذ قرعة وبومبيجا مميزة من الجبل. مفوضة. مفوضة؟ بتقولي لي فيني اعمل هالشغله بقول لك مفوضه. بالمناطق اللبنانية اللي بتكون جبلية بعدها بتحافظ مش بس على تراثها ولهجتها وتقاليدها، بتحافظ على بيوتها القديمة اللي بيقولوا لها الأبو. هاي تعالي البن القديم تتذكري؟ ايه هذا بتقول عمره ده اكثر من 50 سنه 70 سنه. وهيدا لبنان وهيك